السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض طريقه تخزين الخضره، هنعملها بكذا طريقه ان شاء الله تعجبكم. الطريقه بتاعه البطرمانات دي كنا جربناها سوا قبل كده وطلعت ناجحه جدا وقعدت معانا وقت طويل. الطريقه دي موجوده على القناه. دلوقتي هنعمل الطريقه التانية. طبعا بجيب الخضره بنقيها كويس قوي، اي عود اصفر اي عود فيه حاجه مش كويسه بشيله عشان ما يبوظش العيدان اللي جنبه. فطبعا بنقي الخضره كويس قوي، مش بغسلها خالص. انا بخلي الخضره بتاعتي كده تنشف شويه لو مرطبه ميه ولا حاجه عشان ما تنهريش. بعمل ايه؟ بجيب ورقه فويل وبحط عليها مناديل ورق زي ما احنا شايفين كده اهو. لو عندك طبعا مناديل مطبخ بتبقى اكبر، لكن دي كانت عندي مناديل عاديه. طبعا بحط كده بفرد الخضره زي ما احنا شايفين وهبتدي الفها رول على بعضها. اتاكد كويس قوي ان الخضره ما فيهاش ولا عود اصفر او بايظ او حاجه عشان ما يبوظليش بقيه الخضره. زي ما احنا شايفين كده بلف كده بقيه الخضره اهو، وبقفلها كويس قوي وبحطها في باب التلاجة. بتاكد ان الخضره بتاعتي كلها متداريه، مفيش حاجه منها باينه وما يكونش داخل لها هوا ولا اي حاجه. طبعا ممكن اعمل كذا واحده بالطريقه دي. عايزه اقول لكم طريقه البطرمان برضو حلوه جدا. متنسوناش بقى في لايك للفيديو لو عجبكم، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منها كل جديد. دي طريقه بطاطس موجوده على القناه تحفه جدا، بطاطس مقرمشه. ودي كمان طريقه عمل البكاكين موجوده على القناه لو حابين تشوفوها.